مسك الزمالك وما كملش حسن شحات. حسن شحات افضل لاعب لنادي الزمالك حاليا. احسن لاعب في مصر زيزو، مش في الزمالك بس، وجهه نظري. لاعب في نادي الاهلي حاليا. افضل لاعب في نادي الاهلي حاليا انا هقول لك اثنين. لا هو واحد. طب انا بحب اثنين، عايز اقول اثنين. انا ماشي. اعتقد ان حسين الشحات احسن لاعب في مصر، وكان وجهه نظر، وكان يستحق احسن لاعب، وكان يستحق احسن لاعب في افريقيا، وان حسين الشحات مظلوم اعلاميا. حاليا امام عاشور احسن لاعب في مصر بلا منازع. شايف مين في الزمالك احسن لاعب؟ احسن لاعب في الزمالك الفتره اللي فاتت الفتره اللي موجوده حاليا زيزو. احسن لاعب في الاهلي من وجهه نظرك حاليا؟ انا وجهه نظري كزملكاوي، واحترم لعبه واحترم ثقافته في اللعب، ولاعب بيحرك الملعب زي ما هو عايز. قفشه. ومش واخد حقه في النادي الاهلي، ومش واخد حقه والمدرب مش عارف يلعبه ازاي. ولذلك يا كابتن ابو القاسم لما ينزل قفشه، شوف لما كل الاهلي مغلوب بينزل اول تغيير مين؟ بيعرف يوزع الكوره في الملعب، بيعرف يشتغل ازاي، بيعرف يشتغل طول وعرض امتى. انما كابتن امام لعيب ما حدش يختلف عليه، بس امام ليه مباريات يعني ممكن تلاقي هو جاب 3 اجوان ماشي ما قلناش حاجه، بس ممكن تلاقي 4 مباريات تانيه ما تشوفوش نام اختفى. انما قفشه مستواه من اللعيبه المستوى ثابت طول الموسم. هو طبعا قلت الاجابه، بس انا برضه متاكد تاني دايما الزمالكاوي بيلجا للزمالك والاهلي بيلجا للاهلي. طبعا. افضل لاعب كان يستحق افضل لاعب في داخل القاره الافريقيه، زيزو ولا شحات؟ بص يا كابتن، احنا بنقول ارقام بتتكلم عن اللعيبه. مركزكم مرشحين. انا افضل كابتن حسين شحات مش دولي. دخل انهي فتره زيزو لانه مش دولي. طبعا الشحات لازم. طب سيبنا نتكلم بقى. الراجل قال لك حسين شحات مش دولي. ازاي الشحات مش دولي وواخد مع الاهلي 3 بطولات دوري ابطال افريقيا؟ دولي يعني منتخب. كابتن سيد دولي يعني منتخب. دولي يعني منتخب. لا دي مالهاش دعوه بالمنتخب. لا مالهاش دعوه بالمنتخب. دي مالهاش دعوه بالمنتخب يا كابتن. انا لما باجي ليها دعوه بالارقام. كابتن ابو القاسم، الاهلي لما بيجي يختار لاعب يعمل صفقه يقول لك بجيب لعيبه دوليه. دولي يعني لعب مع منتخب مصر، منتخب انا بتكلم في ارقام. انما انا بلعب في بطوله افريقيا ده مش دولي، بلعب في مصر كلها دوليه. يا كابتن ابو القاسم انت بتقول احسن لاعب في افريقيا، يعني اللي واخد الراجل واخد دوري ابطال افريقيا. مش شرط زي ما زيزو واخد بطولتين افريقيا، السوبر الافريقي من الاهلي نفسه، وواخد الكونفدراليه. يا كابتن ابو القاسم انا معلش على موضوع الكونفدراليه دي الكونفدراليه مش بطوله. ارجع يا كابتن، ارجع لنادي القرن ورا، ارجع لنادي القرن ورا. ده دي كانت بطوله كوس يا كابتن. هي المسمى اختلف، المسمى اختلف. بس انا بتكلم انه خد يا كابتن ابو القاسم، هو خد نفس النقاط، خد نفس ماشي. اقول الحته دي واسيب انا اقول الحته دي وهسيب الكابتن سيد يعلق. هو المسمى اللي اختلف، كاس الكؤوس، كاس الكونفدراليه، كاس البرازيل، المسمى اختلف، انما هي الفرق اللي بتاخد. وبعد يا كابتن نقاط القرن ساعه ما عملوها بالنقاط وجنب النادي الاهلي والدلوقتي القضيه المشهوره ان ادى نفس النقاط اللي هي بطوله افريقيا وهي بطوله الكونفدراليه، 5 نقاط و5 نقاط، هي نفس البطوله. ولذلك لما الاهلي خدها يا كابتن ابو القاسم بجون عماد متعب في الدقيقه 110 والدنيا استاد القاهره اتقلب، وكان بيلعب فرقه انا مش فاكر اسمها والله، انا مش فاكر اسمها. عقب يا كابتن بطل القرن وشاف زيزو افضل لاعب في هكلم يا كابتن. انا بقى هكلم انا يا كابتن، ودي بالارقام والبطولات. المشكله اللي في الجماعه، المشكله في الجماعه الزملكاويه انهم عايزين يقنعوا الناس بحاجه ما تخشش العقل. الكونفدراليه زي بطوله ازاي الكونفدراليه بطوله اقوى من دوري ابطال افريقيا، بتاخد ثالث الدوري ورابع الدوري. ما قلتش اقوى. تمام. نيجي بقى للبطوله اللي هو بيقول لك فيها فرق ما اعرفش اسمها، يعني اللي فرق البن الموريتاني والسحلب السوداني ومش عارف اكاديميه مش عارف، هي دي اللي فرق. كابتن سيد الفرقه دي كانت بتلعب فيها الترجي ويلعب فيها الوداد. طب ماشي ويلعب فيها مش عارف وقارنها كابتن ابو القاسم. كابتن ابو القاسم قبل كابتن سيد بيطلع ما يخشش العقل، قبل كابتن سيد ما يطلع من الحته دي. انا خلصت كلام مش قويه بالظبط. انا بقول الكابتن سيد يقول لي لا وانت بتتكلم، انا اساله سؤال يا كابتن وهسكت مش هكتبها. انا عايز اقول الاهلي لاعب مين، الاهلي لاعب مين، الزمالك لاعب نادي البركان في نهائي الكونفدراليه. انا عايز كابتن سيد الاهلي لاعب الوداد نهائي الكونفدراليه، الاهلي الكونفدراليه اللي خدها الاهلي لاعب مين؟
ثاني سيون بتاع مش عارف مش عارف ثاني سيون قال لك مش عارف وكان عماد متعب ثاني سيون قلت لك على اتكلم انت براحتك خالص، معاك المايك وخد راحتك فيه. انا اسكت والله اهو انا اسكت سيب الراجل يتكلم. اتفضل. المشكله ان زي ما قلت لك ان الجماعه زي ما كانوا عايزين يقنعونا بحاجات غريبه. ازاي يكون فدراليه وهي بتاخد ثالث الدوري ورابع الدوري اقوى من دوري ابطال افريقيا؟ ازاي بيقول لك لفه بتاع دوري ابطال افريقيا لفه ما حدش يعرفها، الوداد ما حدش يعرفه، الترجي ما حدش يعرفه، مش عارفه. سيبنا نكمل بقى. ماشي كلمت ولا قلت حاجه؟ لا انت بتقول كلام على لساني، انا ما قلتش ان ما حدش يعرف الوداد وما حدش يعرف. انت بتقول الفريق اللي كان بيلعب ما حدش يعرف في الكونفدراليه. سبحان الله. يعني الفرقه بتاع الزمالك ايوه نهضه البركان يا باشا نهضه البركان. انا خلاص هنقفل القصه دي. هسال بقى من هنا عشان هو ما يقطعش، لان هو انت انا والله بسيبه ما برضى اتكلم. والله انا ما بعرف. انا بحترم الحوار وما برضاش الحكام. هو احنا كده كاهلاويه بنحترم الحوار. الحكام انت قصدك ان الاهلاويه بيستلموا زملكاويه بطولات يا كابتن، بطولات يا كابتن، بطولات. هو الجماهير اللي هتحكم بطولات يا كابتن، لا بطولات يا كابتن. احنا بطولات. الحكام والاعلام بيبدوا عملوا مشفيه ولا بينحازوا من وجهه نظرك للزمالك؟ طبعا الزمالك. حازم الزمالك. ده هقول لك عندك طيب ادله. عندك حاجه انا ما اقطعكش. فاكر السنتين اللي خدهم اخر مره الزمالك خد الدوري فيهم؟ الزمالك في سنه من السنين خد 18 ضربه جزاء. 18 ضربه جزاء. نصها مش ضربات جزاء خالص. الغط في البيسين ومش عارف. حد للزمالك في البطوله. التسريب بتاع محمد عادل الاخران. اسمع فاروق جعفر بيقولش على كنا بنجيب الحكم مش عارف نوديه بورسعيد ومش عارف، ده تسريبات منهم، تسريبات من كابتن نادي الزمالك. اسمع اسامه نبيه بيقول لسه كان بيلعب في المحله. طبعا يا كابتن. والاعلام انا قلت لك ده انا اشتكيتك من الاعلام. خد راحتك وهو كل الاعلام كل الاعلام في مصر اعلام زملكاوي. كل سبورته كلها زملكاويه. الحكام كله ضد. طب الاهلي بيجيب جون يا كابتن، الفار بيقعد ربع ساعه. لما الاهلي يجيب جول، الاهلي بيجي في جول ما بيشافش براحته. انا اتكلم براحته ماشي مفيش مشكله. الاهلي جاب جول هو يقول الفار يجيب وسام وطلع من الفندق قبل ما يجيبوا الجول عشان بنشوف اي حاجه غلط ان هو نلغي الجول. الاهلي يجي في جول مفيش فار، الفار بيتعطل، الفار شال الفيشه حط الشاي. فانا شايف ان الاعلام والحكام كله بيجامل الزمالك. عشان كده يا كابتن ابو قاسم احنا عندنا 47 بطوله دوري. الاعلام كلها بالحلال من جون من اول كلها بالحلال. كابتن سيد ما تعطلش من اول جون حسن شحاته في مباراه الاهلي الشهيره المعروفه. عارف برضه بتاع جول اللي هي نطت من فوق وجون جمال عبد الحميد يا كابتن. لما كانت تعطلش انا ما تعطلش ما بيجيب حاجات. انا ما تعطلش اما بقول لك انت كده خد من الوقت. انا جوال جمال عبد الحميد ممكن اجيب لك جولين ما فيهمش ريحه الاوفسايد اللي حطها بهده واكرامي جابوا الكره من الشبكه اتحسبت اوفسايد. جون ابو تريكه اللي زي في ماتش الجيش لسه شايفينه بره دلوقتي عمل كده بايديه الاثنين. نيجي للفتره الاخيره دي هات لي وشوف كام بلين على الاقل ما اتحسبتش عليه. مباراه سيراميكا ضربه الجزاء اللي كانت على كان مين؟ ياسر ابراهيم اللي هو شاط رجل المدافع. ضربه الجزاء اللي على يحيى عطيه الله اللي رجعها بالجول بايده. تتكلم في ايه؟ تعال عكس نادي الزمالك بقى يا كابتن. الراجل محمد يا كابتن الراجل اللي راح المستشفى وضلعته اتكسرت والراجل داخل فيه بالجزمه بالستارز قبل ما يمسك الكوره. الناس بتقول لك ده اشتراك. الستارز في جسمه، الستارز هنا وفي كاميرات وفي فار. لا يا كابتن لا. طب انا اقول حاجه بس بيتكلم على الكابتن محمد. طب انا اكلمه على الكابتن عمر امين اللي قال لك الكوره ربعها الخط وثلاث ارباعها بره. هو مش فاهم ان خط 18 جزء من منطقه الجزاء حتى لو عليها سنه تبقى ضربه جزاء. قال لك ده ربعها بره. مش مقتنع. ربعها بره وثلاث ارباعها بره وربعها على الخط يا كابتن. ده لو تعال شوف ضربه جزاء حسين الشحات الاخيره. تعال شوف ضربه جزاء بيراميدز اللي خدوا بها الدوري السنه اللي فاتت. كابتن حسين الشحات عمل كده وقع. ما خدش كابتن طب هقول لحضرتك حاجه وانت زملكاوي يا كابتن. ده كابتن ضربه جزاء حسين الشحات انا مش واخد وقت خالص. من راي حضرتك انا هسال كابتن سيد رزه ضربه جزاء حسين الشحات اللي في بيراميدز اللي خد بها الدوري دي ضربه جزاء. اكلمك يعني الحكام يا باشا الاهلي بيدفع. الاهلي بيدفع عقب بقى. هو بيقول لك الحكام بيجوا كلهم مع الاهلي. ضربات الجزاء اللي خدها زيزو وضربات الجزاء اللي خدها شيكابالا اللي هي الغطس في البسين دي. يا راجل ده امام عاشور كان في الزمالك كان في لاعب افريقي في منطقه الجزاء يقول عشان تاخد بلند عشان تاخد بلند
وهي ما كانتش كوره فيها اي حاجه خالص. الاهلي مظلوم تحكيميا. طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن، بالعكس شايف طبعا يا كابتن بالارقام اللي احنا بنشوفه الناس نيجي بقى الموضوع حسن شحاته وجول مش حاطط تحكيم بسيط عشان تخش في اللي بعده. عشان الجول بتاع حسن شحاته. لو انت بتقارن جول حسن شحاته قارن جول عمرو انور اللي رقص فيها جول الزمالك واتحسب الفاول على عمرو انور. ما دي جول قصاد جول. محدش شايف عمرو، محدش فاكر عمرو انور ده. هاتها على اليوتيوب وشوف. انا عمرو انور ده مش فاكره كان بيلعب فين. في الاسئله بقى لا ده عندنا كان نجم كبير عمرو انور. اللاعب التاريخي للزمالك من وجهه نظرك، اللاعب التاريخي. انا من رايي انا كمشجع زملكاوي شيكابالا امهر لاعب في تاريخ مصر، في تاريخ من وجهه نظر انا امهر لاعب في تاريخ مصر بشهاده الاهلاويه. هو شيكابالا مانويل جوزيه والرياض احمد شوبير يا كابتن. لما انا هديك معلومه بس وانت تشوفها وخدش وتاكدوا منها. احمد شوبير اقسم على الهوا ان شيكابالا من احسن لاعبي العالم. احمد شوبير الاهلاوي. شايف ان هو اللاعب التاريخي. خش يا كابتن على النت وهاتها. اللاعب التاريخي الاهلي. هي دي محتاجه كلام. ده مش في الاهلي بس، ده في مصر وفي افريقيا وعربيا. كابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب لو احترف كان العالم ما عرفش غير ثلاثه: مارادونا وبليه والخطيب. ده كلام صالح سليم وكلام فرقه بونش جلادباخ اللي قال كده على الكابتن الخطيب. ممكن اعقب بقى على الكلمه بتاع احسن لاعب في زمن لا في سؤال ثاني اللاعب التاريخي الاهلي كريستيانو وميسي راحوا فين؟ اللاعب التاريخي الاهلي يعني بيليه ومارادونا والخطيب وكريستيانو وميسي ومحمد صلاح اتلغوا في الكارير. اللاعب التاريخي الاهلي من وجهه نظرك كزملكاوي ككوره عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لاعب تاريخي. عبد الله السعيد ككوره ككوره. اللاعب التاريخي للزمالك انا ما شفتش. انا بستغرب من الجماعه الزملكاويه، بستغرب بصراحه. طبعا حسن شحاته زي الخطيب بالظبط. حسن شحاته هو احسن لاعب جه في تاريخ نادي الزمالك وفي تاريخ مصر مع كابتن محمود الخطيب. هنختم بقى بمقارنات بسيطه كده في النهايه كده عشان الشناوي العواد. حاليا عواد. الفتره اللي قبل كده كلها الشناوي. احنا دلوقتي في العواد. حاليا عواد، قبل كده الشناوي. الشناوي هو حارس رقم 1 في افريقيا حاليا وقبل كده وفي اي وقت. طارق حامد ولا حسام عاشور؟ طارق حامد ولا حسام عاشور؟ لا طارق حامد. ولذلك احترف حسام عاشور ما طلعش بره الجزيره. طارق حامد ولا حسام عاشور؟ طبعا حسام عاشور. هو انت بتسمعني بقى؟ طب ما تسيبني اتكلم. انا مش طب هعقب اقول لك ليش حسام عاشور؟ طب اقول لك على حسام عاشور. طب اقول لك ليه حسام عاشور؟ مش هنعقب على اللعيبه اللي نختار. طب اقول لك ليه حسام عاشور؟ ماشي مش هنعقب. انا ما عقبتش. انا ما عقبتش. الشيء تبع وائل جمعه. لا وائل جمعه. الشيء تبع طبعا وائل جمعه. الخطيب ولا حسن شحاته؟ سؤال صعب. الاثنين لهم مقاييس مختلفه ولهم طريقه لعبه مختلفه. انا من رايي الاثنين كفه متساويه. تتفرج على مين فيهم؟ انا كزملكاوي احب حسن شحاته بس الخطيب برضه لاعب. افضل. انا كزملكاوي اختار حسن شحاته. كزملكاوي انما ما شفتش الخطيب قوي او ما شفتش حسن شحاته بس ولا الخطيب. بس انا كزملكاوي بس اللي اسمعوا الاثنين كانوا حلوين. انا بحب الاثنين بس اعتقد انت لو سالت حسن شحاته السؤال ده نفسي اقول لك الخطيب. لو سالت حسن شحاته نفسي اقول لك الخطيب. حازم ولا تركان؟ لا حازم بدنا كده انه احترف ودينيز وايطاليا وراح وخد احسن مهاري في العالم. ولا ابو تريكان؟ طبعا ابو تريكه. كده الزمالك بيختار كله زمالك. لا انا اخترت وائل جمعه. انا اخترت وائل جمعه. بس انا بتكلم بدلائل. حازم امام واخد احسن مهاري في العالم دي معروفه ويعترف فوق دينيز وراح. ابو تريكه احترف فين؟ احسن مهاري في العالم دي هو اللي عاملها مثلا. مين؟ احسن مهاري في العالم دي اللي عاملها خماسي من الزمالك يلاعب فريق خماسي الاهلي. كون فريق خماسي ويكون الاهلي. اختار 5 من على مر الاجيال. على مر الاجيال في تاريخ الزمالك في تاريخ اختار براحتك خالص 5 لعيبه زملكاويه الزمالك يلعبوا. انا اختار المرحوم ابراهيم يوسف. مش حارس الاول مع حارس المرمى مين؟ حارس المرمى انت بتقول 5 لعيبه. 5 لعيبه ما هو الحارس يلعب ماشي ضد فريق خماسي في الاهلي. انا اللي انا شلته كابتن نادر السيد. كابتن ابراهيم يوسف. مين؟ كابتن صباح خماسي في كله حتى ولحد وقت النهايه. كابتن ابراهيم يوسف. كابتن شيكابالا طبعا. 3 حازم امام. 4 جمال حمزه. 5 وخدوا واحد احتياطي. لا كده انا اخترت 4 و1. انت عايز واحد احتياطي. خماسي حارس و4 لعيبه. انا بتكلم ككوره خماسيه مش ملعب كبير. فتوح لعيب مهاري وخماسي رهيب. خماسي و4 لعيبه. انا قلت 4 لعيبه وفتوح احتياطي لان لعيب مهاري بطريقه غريبه. كمان بقى فريق يلعب الفريق ده. عصام الحضري. هاني رمزي وابراهيم سعيد. نص الملعب علاء ميهوب. قدام
الخطيب وحسام حسن. احتياطي كم واحد احتياطي؟ واحد بس احتياطي. ابو تريك. انت غششت كابتن ابو الاسد، في حاجه معلش، انت بتسالني في كل الحلقه، بتسالني انا السؤال الاول، بتوجه لي السؤال، بتديله هو فرصه يفكر ويرد. انت كل سؤال ما انتش ملاحظ ان حضرتك بتسالني السؤال الاول، باخد وقت. والله ما باخد وقت. ليش اخد رد؟ والله يا كابتن انا بس ما بلحقش افكر. كل سؤال بتوجه لي الاول، هو بياخد فرصه يرد على نفس السؤال. اديني السؤال الاول. اساله بقى سؤال حابب تسالوه كاهلاوي، تمام كده، ويفاجئوا بيه دلوقتي وهو يجاوب عليك، وبعدها هو يسالك سؤال. اسال انت لو خليني اسالك، لو انت لا تختار انا بسالك انت لا تختار. هسأله انا سؤال. اساله بقى. ايوه. اديله فرصته في انه يجاوب، ما يعني براحته. ماشي. انا هديله سؤال في مجال الحوار، في مجال الحوار اللي احنا كنا بنتكلم فيه، وبين الزمالك بيتجامل الحكام. هات لي حكم اتوقف في تاريخ نادي الزمالك زي المهدي بن عبيد اللي اتوقف مرتين من النادي الاهلي، ضربتين جزاء امام الترجي التونسي، واحده والفار وكان في فار وطلع بص عليهم وبص، وكان في ضرب بالكوع قبليها وضرب جزاء وتوقف مره، وجا المره الثانيه هو السؤال لمسه الفخذ اللي جابها له محمد نصر واتوقف واتشطب الى الان. هات لي بقى حكم في تاريخ او في مدى تاريخ نادي الزمالك حكم جاء اتوقف لخطا تحكيمي او اتشطب في خطا تحكيمي للزمالك. كل الاخطاء التحكيميه على الزمالك يا كابتن. خلاص. في حكام كتير اتوقفت في ماتش الزمالك بس انا مش متذكرها، بس ممكن اذكر لك واحد مثلا زي محمد عادل، الفيديو اللي متصور ده والجول اللي حسبه للزمالك او كان ضربه جزاء ولا ما كانش ضربه جزاء، اللي هو التسريب الصوتي اللي لسه من قريب في الدوري من قريب. ده فيها وعليها يا كابتن سيد. انا بتكلم في كوره لمسه فخذ. ده قال الراجل في انا بتكلم على لمسه فخذ. ورطت دي بضربه الجزاء دي كابتن سيد. انا بتكلم على لمسه. انت بتتكلم يعني الراجل خد. ماشي. انا فاهمه بس عشان هو ما فهمش. اتكلمت ما فهمش معنى سؤالي. بس عشان انا بجيب لك حكم اتوقف فضل اعتذر. انا بتكلم على قرار ما ينفعش فيه وعليه. انا بتكلم على ايوه لمسه يد. فيها لمسه يد. قانون الكوره. لا فيها لمسه يد. وقالوا كده قانون الكوره تيجي قانون الكوره. مش عارف. ماشي. انا عايز يجيب لي كابتن. سيبني خلاص كابتن انا سؤالي واضح. انا بتكلم اتحاد افريقيا واقف ومش اتحاد مصري. احنا دخلنا في اتحاد مصر هنعد اخطاء للنادي الاهلي. انت مش هتختار حكام للصبح والنص. ده راجل خالد. عايز اتحاد افريقيا. عايز اتحاد افريقيا. وقال الراجل بتاع اتحاد افريقيا. لما الاتحاد المصري وقف للزمالك وقف للاهلي. سيبه ياخد راحته طيب ويفكر. ماشي. انا بتكلم يا كابتن ان الاتحاد المصري واقف للاهلي وواقف للزمالك، واقف حكام هنا وواقف حكام هنا. انا بتكلم الاتحاد الافريقي وكوره يا كابتن ما فيهاش شك. يعني ما تقوليش جت في ايده قانون كوره يا كابتن. انما القانون ده هو يعرفه براحته. انما انا عايز كوره لمسه فخذ تحسب ضربه جزاء. راجل يضرب بالبنيه ويخش يحسب ضربه جزاء. ما انا بتكلم يا كابتن. انا فاهم السؤال. انا فاهم وجهه نظري بس. انا فاهم وجهه نظري. ماشي يا كابتن. ماشي يا كابتن. الكابتن ايمن بيتكلم. انا بتكلم في حاجه ان واحد ازاي بيشرح قانون الكوره للراجل بتاع الفار وبيقول له انت ورطت في ضربه الجزاء، وشرح له قانون ان الكوره دي مش ضربه جزاء، ومع ذلك خالفوا القانون وحسبوا ضربه جزاء. عايز ايش اكتر من كده؟ ده بتكلم في افريقيا. ده مصيبه سوداء. واحد بيخالف قانون بتكلم في افريقيا عشان يجامل، بيخالف قانون الكوره عشان يجامل الفرق. عايز اكتر من كده. عايز اكتر من كده. اعقب يا كابتن. اعقب دي. اعقب دي طيب. اعقب عشان اعقب. لا دقيقه واحده. كابتن سيد بيتكلم على كوره فيها وعليها. جت في ايد اللعيب وكلنا شايفينها ان جت من الارض في ايد اللعيب فيها وعليها. دي تقديريه للحكم. انا بتكلم يا كابتن في غلط جسيم. ما الكوره ما جاتش في ايدك ولا في رجلك واتحسبت لك بيلد. ايوه. لا بس بتكلم افريقيا يا كابتن كمان. افريقيا. سؤال للكابتن ايمن ولكل الزملكاويه. انت هتفضل لحد امتى عايشين في دور المظلوميه، وان احنا مظلومين، وان الاعلام بيسكينا، وان الاعلام مش عارف بيظلمنا، والرعايه قليله، ومع ذلك الزمالك ما بيحققش بطولات؟ لو فضيتوا نفسكم من الكلام ده كله، ده الزمالك هيبقى كويس وهيجيب بطولات وهيجيب كل حاجه. بس ايه لحد امتى هتفضل دور المظلوميه ده اللي عايشين فيها؟ هتخرجوا من السيره ده امتى؟ يعني لو بصينا لموضوع الحلقه يا كابتن هتلاقي كل الاجابه داخل الحلقه اللي انا كنت بقولها، اعلاميا وفلوس وكرويا. واحنا مش عايزين نظلم مظلوميه. ظلم مظلوميه بالارقام اللي احنا بنشوفها من كل حسن شحاته ومن اول احتساب الدوري من سنه 48. ليه حسبت الدوري من 48؟ الاهلي منشئ 1907، الزمالك 1911.
يعني انا بتتكلم فين البطولات؟ فين البطولات اللي كانت قبلها يا كابتن؟ مش عايزين نتكلم من فرغ القصه دي لانها قصه طويله وهتفتح معانا مجال كبير. احنا بنشوف انا والله يا كابتن، والله يا كابتن ابو القاسم لما الزمالك يكسب والله يكسب بظلم بحكم بخطا تحكيمي انا ما بشهد على الزمالك اقسم بالله. امال الكونفدراليه لما الزمالك بيكسب امال الكونفدراليه لعب فيها جنش على الكوره جوه الجون دي ما كانش فيه فار، ما كانش فيه فار. كان جوه الجون مش جوه الجون، كان جول وكان فيه جول لابراهيم حسن، كان فيه جول يا كابتن برضه، كان فيه جول، هو اللي بيعترف، كان فيه جول، هذه بطوله حرام، كان فيه جول لكابتن ابراهيم حسن ولا 10 اسمع بيكلم الناس. كان فيه جول هدف لكابتن ابراهيم حسن اللي كان منتقل للاسماعيلي لنادي الزمالك، هدف صحيح واتحسب تسلل، ما اتكلمناش. هسيبك بقى تفكر وجه رساله بقى للجماهير في ختام الحلقه. الجماهير بقى الاهلاوي بصفه عامه زي ما انت عايز شويه. انا هوجه رسالتين بقى، واحده للاهلي واحده للزمالك. تمام. الرساله الاولانيه لجمهور الاهلي في الفتره الاخيره. احنا كل جمهور الاهلي كان على السوشيال ميديا وعلى كله عمال يقول ان الاهلي الاداره لازم تمشي والاداره ما بتجيبش صفقات والاهلي وحش. انا بعترف ان الاهلي مستواه وحش، بس هو الاهلي وحش برضه، الاهلي متصدر الدوري، الاهلي هو وحش برضه، واخد هيلعب اورلاندو يوم السبت، لو غلب هيبقى اول مجموعه كده كده صعب افريقي. فانا عايزك تقف في دار الاهلي وتساند الاهلي وتساند الاداره. مش اللعيبه دي لازم تمشي، اللعيبه دي تحقق كل البطولات للاهلي وهي رفعت اسم الاهلي ورفعت اسم مصر افريقيا وعالميا. الاهلي دلوقتي بقى بيصنف من الليفره الاوروبيه، وقت احنا بنشوف التصنيف بتاع الاتحاد الدولي، الاهلي مره يجي السابع عالميا، مره يجي ال11 عالميا، ما بيجيش مثلا 300 وحاجه. الرساله بقى لجمهور الزمالك اللي هو الغلبان الطيب اللي في الشارع اللي عايش على حبه للزمالك. ما تسمعش اي كلام اي اعلامي ان الزمالك بيتظلم، ان كل ده كله كلام بيضحك عليك بيه. الزمالك فاشل اداريا، الزمالك طول عمره من مدى الحياه. رسالتك للجماهير. طب استنى يا كابتن بتعطيني يا كابتن. الزمالك انا عندي 50 سنه، طول عمر الزمالك مركز ثاني للاهلي، طول عمر الزمالك في كل البطولات مركز ثاني للاهلي، وهيفضل مركز ثاني للاهلي لو فضل كده، وكل الجمهور يساند الزمالك وما يسمعش كلام الاعلاميين كله ان احنا بنظلم تحكيميا وان احنا مش عارف الرعايه قليله وان احنا مش عارف، كله ده كلام اعلام بيعملوا به مشاهدات وبيعملوا بقى بربنجه والغلبان اللي بيروح في الاخر. دي رساله كابتن سيد الاخيره لجماهير الزمالك، رساله كابتن ايمن الاخيره. انا بقول لجمهور مصر، انا اقول لجمهور مصر كله المفروض نتكاتف في موضوع ان اول حاجه ان الحلقه بتاعتك بتقول الكوره للجمهور، هو فين الجمهور اللي بيخش المدرجات؟ المفروض نتكاتف يا كابتن، نتكاتف مع بعضينا وان الناس تحترم نفسها في المدرج، اللي بيشجع فريق بيشجع فريق وهو في المدرج مش يلعب بالفريق الثاني عشان نبدا نزود عدد الجمهور. دي حاجه، الحاجه الثانيه وزاره الداخليه، احنا لما كنا عايزين نعمل حاجه يا كابتن بنعملها، احنا بننظم نهائي الكونفدراليه، الزمالك لعب نهائي الكونفدراليه في القاهره، الاهلي لعب نهائي ابطال الدوري مع الترجي في القاهره ومدخل يا كابتن 120,000 او 100,000 100,000 يا كابتن، احنا لما كنا عايزين نعمل حاجه بنعملها، احنا 100,000 متفرج داخل نهائي افريقيا الاهلي. ولازم دلوقتي تتحكم كتير. هي صراحه احنا لما كنا عايزين احنا لما كنا عايزين نعمل حاجه يا كابتن هنعملها يا كابتن، والله مش تذاكر هي موافقات امنيه. احنا عايزين نريح نفسنا، الاعلام عايز يريح نفسه، وزاره الشباب والرياضه عايزه تريح نفسها، الاعلام فين الاعلام؟ دور الاعلام فين؟ احنا يا كابتن لما كنا عايزين نعمل حاجه هنعملها، احنا مصريين، احنا اللي اخترعنا الكوره في افريقيا واحنا ادم اتحاد كوره في افريقيا. جمهور الرساله الجمهوريه نادي الزمالك، والله البطوله عند الزمالك والله باضعاف بطولات الاهلي باللي احنا بنشوفه، لا امكانيات لا ماديات. هات لي يا كابتن، هات لي مجلس اداره على مدار التاريخ قاعد 4-5 سنين مفيش للجمهور، ما بقول للجمهور، ما انا بقول للجمهور ان احنا مفيش، هو لازم بلال يا كابتن، كل الضغوطات على نادي الزمالك، كل مجلس اداره بيجي يلاقي مشاكل. على راي كابتن سامح حافظ انا جامد، انا ذنب ان انا جامد بيجي يلاقي المجلس اللي قبليه مؤسسات النادي الاهلي ما تصدقش كلام ان الاهلي بمن حضر. تعالى يا كابتن شوف كابتن الشناوي لما توقف في مباراه بيراميدز يا كابتن، قبل مباراه بيراميدز وقال لك ده موقوف ماتشين، رجع يا كابتن الاهلي لا في كاس انا بديك بالصف الثاني انا بديك وقائع، انا بديك وقائع مستندات. كابتن الشناوي كان هيلعب مباراه بيراميدز واخد وقف مباراه طرد، قال لك لا لازم يلعب مباراه بيراميدز عشان ده في مهمه رسميه يا عم، طالع يلعب على الجبهه، هيلعب لازم يلعب مباراه بيراميدز. كابتن امام عاشور اللي اتوقف وخد مليون وشتم محمد رمضان، ده تاني مباراه عشان الاهلي عنده مباراه افريقيه مهمه، لاعب الاهلي بالمنحدر ايه؟ هتطلع امام عاشور وحسين الشحات اللي شتم محمد رمضان يا كابتن، انا عايز اختم بقى اللي شتم محمد رمضان الحلقه واقول للجمهور
الجمهور ان الهدف كان من الحلقه ان احنا نشوف الجماهير بتفكر ازاي. زي ما شفنا ان الكابتن ايمن اللي بيمثل جمهور الزمالك معظم الاسئله كلها من حيز الزمالك، الكابتن سيد اللي بيمثل الاهلي معظم الاسئله كلها من حيز الاهلي. انا كنت عايز ازيل بعض التعصب بس للاسف الحلقه يعني قد كلها تعصب. معانا جزء تاني ان شاء الله هنكمله مع مشجعين تاني، نشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.